السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده كده يوم جديد، فيديو جديد، روتين كله نشاط ان شاء الله بإذن الله. بس حبيت في البداية كده اوريكم كده المعجزة اللي بتحصل كل يوم بتاعت شروق الشمس دي. يا جماعة انا بحب اطلع في الوقت ده في البلكونة جدا بعد صلاة الفجر، واول بقى الشمس ما تبدأ تطلع شوية دول انا بفصل بيهم. والله زي ما بقول لكم يا حبايبي بحس كده براحة نفسية. مفيش بقى دوشة العربيات، لسه مش في الشارع، مفيش صوت بقى محلات ولا دوشة ولا اي حاجة، وعندي ربنا رزقني بكافيه تحت العمارة او جنبها بالظبط كده، اغاني بقى، وليوم الماتش بيبقى حاجة فظيعة والدنيا بتبقى مقلوبة، فبيبقى دايما الشارع دوشة، ما بيبقاش هادي ابدا غير في التوقيت ده اللي هو بتاع وقت شروق الشمس ده، بيبقى رهيب بصراحة. فحبيت افرجكم كده على الشمس وهي بتطلع، حاجة كده جميلة يعني تخلي كده النفس تصفى. وبعد كده انا دلوقتي كنت فعلا الصبح بدري قوي زي ما وريتكم كده، فانا كنت نقع الفول ده من امبارح، سبته بقى لما اتنقع كده والحبايه بتاعته ما شاء الله كده زادت كده وبقت حلوه، وقلت ايه اولع عليه علشان ايه نفطروا منه ان شاء الله باذن الله يعني. فدخلت كده حطيته طبعا، شطفته وظبطته وانا منقياه قبل ما احطه. عايزه اقول لكم خلوا بالكم قوي من الحكايه دي، انا عندي حماتي جابت فول وخلاص اعتمدت ان احنا جايبينه من حد كويس جدا جدا، وجت تعمله وخلاص بقى بتنقيه ولقيته مليان سوس، ربنا يا رب ما يوريكم. قالت لي خدته كله رميته في الزباله يا ايمان، بصي على الفول اللي عندك. صراحه انا قلت لها لا، انا الفول اللي عندي من نفس المكان بس زي الفل. قالت لي يبقى انا بقى كنت شكاره وانتي شكاره، يعني احنا جايبينه مع بعض، متخيلين؟ يعني انا وهي جايبينه مع بعض، بس انا بتاعي طلع سليم وبتاعها هي طلع مضروب للاسف. فالحمد لله يعني ايه، وخلوا بالكم نقوا الحاجات دي قوي يعني. والحكايه دي برضو اتعلمنا ان احنا ما نشتريش من بره، لان اكيد بره لو لقوا فيه سوس ولا حاجه هينقوه ويطبخوه ويبيعوه عادي، مش معقوله مثلا هيفرط في شكاره فول او كده. وطبعا الا من رحم ربي، يعني اكيد في ناس عندها ضمير يعني. فزي ما شفتوا كده حطيت الفول، وطريقتي المعتاده انا عملته معاكم قبل كده، بحط عليه معلقه صلصه، بحط عليه حوالي كده يعني نقول مثلا كوبايه صغيره كده اللي هي الخمسينة دي مليانه عدس، وزيها بالظبط رز. الرز بقى ما تقولوش يعني ملوش لازمة، ده بيخلي الفول تحفة يا جماعة، وبيتقله كده وبيخليه بصوا رهيب. بس ممكن بقى تحطي بصلاية، ممكن تحطي فصين توم، ممكن تبشري جزراية وتحطيها، ولكن انا هي دي طريقتي يعني، وما بعملش غيرها. حتى كنت بحط طماطمايه الاول، دلوقتي لقيت ان معلقة الصلصة بتبقى احلى، بتدي لون حلو كده للفول، وفي نفس الوقت بتبقى مهروسة كده جوه الفول وداخله ايه جواه كده، يعني فاهمين كأنك طبخة اكلة، بس هي معلقة واحدة يعني كبيرة كده مركزة. قفلت بقى الحلة كويس قوي، تقدري تعمليه برضو في الدماسة مفيش مشكلة. طبعا المية اللي انا زودتها من البراد دي مية مغلية، مينفعش نحط ابدا مية باردة على الفول. وطبعا بما اني عاملاه في حلة الضغط فانا حاطة مية بزيادة، لان انا مش هينفع اعري وازوده، يعني مش هينفع اعري الغطا كل شوية وازوده مية مغلية. اخدت بقى المية اللي انا كنت نقعة فيها الفول ورحت ساقية بيها الزرع. دلوقتي بقى اعتمدت على حاجة، اي مية طالعة من حاجة انا نقعاها ترمس، مثلا فول زي دلوقتي، حتى المية اللي انا غاسلة بيها الرز، حاجات كده بقيت افتكس كده واروح اسقي بيها الزرع. اقول ما هي كله من الطبيعة بقى، منها واليها كده، لحد لما ربنا بارك لي بقى في عمر الكام زرعة اللي باقيين عندي دول، زي ما قلت لكم ان الباقي كله مات. بحاول احافظ بقى على شوية اللي فاضلين دول لحد لما يطلع ان شاء الله بقى. اليومين اللي جايين دول بقى هتبدأ بقى الورد والحاجات دي بقى تبدأ تظهر وكده، ابقى اشتري كام شتلة وان شاء الله املى بيهم البلكونة لو ليا عمر يعني. ولو مشينا بقى ورحنا مع بعض الشقة التانية ان شاء الله بقى البلكونة هناك محندقة كده، فهظبطها بقى وهيكون التظبيط هناك ان شاء الله حلو قوي. ربنا يا رب كده بس ييسر الحال، ده لو في نصيب يعني ولينا لسه عمر. خلاص بقى سقيت الزرع وقفلت البلكونه تاني ورحت بقى حطيت، كان عندي الخميره دي في الفريزر، دي خميره بلدي مش فوريه، بس كانت عندي من زمان، يعني عايزه اقول لكم الخميره دي من قبل رمضان، تخيلوا. فكنت شاكه في امرها كده، قلت يا ترى الخميره سليمه ولا لا، خلينا اجربها الاول وما عقدش النيه ان انا هخبز غير لما اشوف الخميره الاول، لان مين اللي هينزل بدري قوي كده اجيب لي خميره. قلت اجربها، فحطيتها كده وحطيت عليها معلقه سكر تنشطها وشويه ميه فاترين مش سخنه، فتره خالص كده وسبتها جنب مني، والحمد لله الحمد لله طلعت سليمه. اكتشفت بقى ان طول ما الخميره جوه الفريزر
ما بيجرالهاش حاجة ابدا. لو قعدت عندك يعني سنة، حماتي بتقولي ان عندها خميرة ممكن تقعد سنة ما يجرالهاش اي حاجة في الفريزر. فطول ما هي كده، انا عشان بعتمد الخميرة الفورية ما بجيبش دي، فببقى شاكة في دي شوية. يعني خلاص تقريبا معظمنا بقى يستخدم الفورية، بالرغم ان انا سمعت ناس بتقول ان الخميرة البلدي دي العادية بتاعتنا دي احسن بكتير من الخميرة الفورية وصحية اكتر. بس يعني الموجود بقى ايه بنشتغل بيه. دي كان جوزي جايبها لي زي ما قلت لكم كده من قبل رمضان، استخدمتها في رمضان وقبل رمضان، وكانت بقى عندي ايه القطعة دي. قلت بقى ايه بما انها بقى ايه من الواضح كده ان مفيش نوم يعني، فقلت ايه اصحصح كده واعمل لي فنجان قهوة واشربه معاكم يعني، واخد معاه تمر كده ولا حاجة، يعني ايه اشق ريقي بيها زي ما بنقول كده، ولما العيال بقى تصحى نبقى نفطر كلنا مع بعض. فوانا واقفه بقى قلت بقى ايه اعمل الفيشه دي، فيشه الراديو حبيب قلبي طبعا. عارفين الراديو ده يعني حياه بالنسبه لي كده، انا بحبه جدا جدا. انا يمكن بفصله بس في الوقت اللي انا بسجل لكم فيه الصوت، علشان الصوت بتاعه ما يطلعش في التسجيل واخد عليه ايه مخالفه ولا حاجه. فقلت اعمل الفيشه دي بدل ما تتقطع خالص، كنت بصوا ماسكه على حته قد كده، فلزقتها كويس خالص، وقلت ايه كده ابقى انا حافظت عليها وايه وارجع اشغله تاني. بس وبجد يا جماعة الراديو من الحاجات الجميلة قوي. يعني انتي لو عندك ان شاء الله الاشارة بتاعة الراديو شغالة وحلوة، هاتي راديو، هاتي راديو حتى من اي سعر يعني. هاتي راديو فيه بيبدأ من 250 وانتي طالعة، بس طبعا اكيد كل ما بنعلى يعني كل ما بيكون احلى. بس الراديو متعة، تحسي ان هو بيسليكي كده في المطبخ، وبتسمعي منه حاجة كده تستفيدي منها، وتشغلي كده على حاجة تريح دماغك كده من دوشة الموبايل ومن دوشة التلفزيون. انا من الناس اللي ما بتسمعش تلفزيون، ما بحبوش. يعني عندي التلفزيون في اوضه النوم وتلفزيون بره في الريسبشن، وقليل قوي قوي لما امسك الريموت وافتح. يعني انا في ولادي ساعات بيقعدوا يقلبوا كده ويعملوا تردد القناه دي ويبحثوا على القناه دي، انا ما بعرفش بتتعمل حتى ازاي. ما اعرفش مثلا لو التلفزيون اتقلب على اليوتيوب ارجعه تلفزيون تاني ازاي. والله بجد مش بقول لكم كده وخلاص، دي حقيقه. لو ساعات كانوا بيبقوا مشغلينه على الراديو، ما اعرفش من انهي زرار في الريموت بنقلب الراديو تلفزيون او العكس. فانا ماليش في التلفزيون نهائي. اللي بحبه قوي قوي طبعا الموبايل، لان ده يعني شغلي بقى وصحابي وكل حاجة على الموبايل. والراديو، الراديو ده بقى متعتي. دخلت بقى طبعا كله نايم، مفيش حد صاحي خالص غيري يعني. فقلت بقى ايه اقعد كده اشرب القهوة. بصوا النور اللي على السرير ده كانت حبيبة كده مجرباه، فقلت خلاص بقى خليه لغاية ايه ما بقى اشيله، لان انا بخاف من النور ده يبقى قايد كده على طول، لان عمره قصير. ويعني ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني احيانا بيسيح بيتحرق، وظهر السرير قماش طبعا فغلط. بس انا سبته يعني ايه على الوضع ده. وانا كنت بايته كمان هنا جنب حبيبه، لانها كانت واخده الدور اللي ماشي ده، وكنت نايمه قصادها بصراحه، خفت اسيبها لوحدها، فهي نامت على السرير اللي قصادي، وانا جبت بعضي ورحت نايمه قصادها هنا، كل شويه ايه ابص عليها اطمن عليها كده يعني. فاخدت بعضي ودخلت تاني على السرير، بما اني ما فيش ورايا يعني تنظيف في البيت ولا اي حاجه، والدنيا يعني تعتبر الى حد ما متظبطه. فقلت اقرا الورد بتاعي الصبح كده، بما اني بقى يعني ما وريش حاجه دلوقتي عشان ما نشغلش طول اليوم، واشرب معاكم بقى القهوه. وجبت كده ايه 3 من التمر، 3 تمرات، المفروض كانوا يبقوا 7 بس انا ما كنتش اقدر اكل ال7 دلوقتي. اخدت عدد فردي، قلت اخد 3 واخدهم جنب مني كده على السرير، وايه واشرب القهوه واقرا الورد بتاعي. ادي القهوه والتمر هاكلهم بقى. يعني في التوقيت ده انا بقى مش عارفه اقوم اكمل، كل شويه اقول لنفسي ايه لا قومي قومي يا ايمان، ايه شوفي اللي وراكي، إيه لو هتعجني شويه عيش اعمليهم، قومي كده افتحي الريسبشن كده لو عايز يتلمع ولا حاجه. وبعدين النفس التانية بقى تقول لي ايه يا بنتي نامي بلا وجع قلب، ما انت كده كده لما تصحي هتعملي كل ده. فكل شويه اقول لا 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 خلاص النوم راح، انا همسك الموبايل دلوقتي هرد على شويه تعليقات. وبالمناسبه بقى بمناسبه التعليقات، انا اسفه جدا ان الفيديو اللي فات انا في تعليقات كتير ما ردتش عليها، لان زي ما قلت لكم كنت حبيبه كنت مشغوله بيها وكده، فما كانش عندي وقت خالص. بس طبعا كل حد كان بيكتب لي تعليق والله انتوا على دماغي من فوق، انا بحبكم جدا جدا جدا، وبحس ان انتوا المتنفس بتاعي، عارفين. فربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. وان شاء الله ان شاء الله قدامنا يوم كده ولا 2
ونفتح بقى على الفسيخ اللي عملناه مع بعض ونشوف كده اخباره ايه. انا والله ما فتحت عليه ومش هفتح عليه غير في الفيديو معاكم علشان نشوف عمل ايه. هو انا بس كل كده يوم والتاني، مش كل يوم بحقيقة يعني، كل يوم والتاني كده اجي قلب الكيس بتاعه مرة يمين مرة شمال، بحيث ان المية اللي هي بقى اتكونت جواه دي تتغلغل بقى فيه. وبالمناسبة كمان يوم فيديو الفسيخ انا نسيت اقول لكم ان انتوا لو مش عايزينه يبقى حادق اعملوا الملح اللي هو الرشيدي الخشن ده، القطع اللي عامل زي الحجر ده، حطوا في الفسيخ ملح من ده. الملح ده مهما الفسيخ قعد معاكي ما بيحدقش قوي، لكن الملح الناعم اللي انا اشتغلت بيه، انتوا شفتوني انا عامله كام سمكه يعني، حاجه بسيطه قوي. ف... فالملح الناعم بيحدق الفسيخ. الخشن بيطول، يعني بيخليه يقعد كتير في التمليح من غير ما يحدق قوي. يعني انت لو عامله كميه خلي بالك ان انت تحطي ملح من الناعم ده. طبعا الكلام في الموضوع ده سابق لاوانه، خلينا لما نيجي نفتح على الفسيخ نبقى نقول ايه كام تركايه كده، عشان حبايبي اللي قالوا لي احنا هنجرب وكده ما يقعوش مثلا في غلطه وبعد كده يرجعوا يدوا عليا ويقولوا ايمان اللي قالت لنا غلط. لا، هو الملح الناعم بيحدق ايه الفسيخ شويه. فهنا بقى طبعا النفس الطيبه بتاعتي قالت لي لا، طب قولي قومي و... واعملي العجينه اللي انت عايزه تعمليها، انا عايزه اعمل عيش بالرده. تمام. فهنا انتوا زي ما انتوا شايفين فين الرده، دماغي مقلوبه. والله يا بنات ما بكدب عليكم، دماغي مقلوبه خالص. فانا عماله اجي اقول هي العجينه بيضه كده ليه، هي ليه الرده مش باينه فيها، الرده اللي هي النخاله هي مش باينه ليه، اتاريني اصلا انا لسه ما حطيتهاش. تخيلوا بقى، فقلت ده انا ما حطيتهاش اصلا. انا حطيت الدقيق وحطيت زي ما قلت لكم الخميره وشويه ميه، ومعايا في الفنجان اللي جنب مني ده، شوفوا الفنجان صغير قد ايه، انا حاطه فيه نصه كده زيت، وكمان مش هاخده كله يعني، انا هاخد ربع الفنجان مثلا، مجرد بس ان انا بلمع العجينه وبلمها كده، وممكن استغنى عنهم يعني شويه دول. فالمهم بقى قاعده اقول لنفسي هو ايه ده، في الاخر قلت انا فين الرده اصلا اللي انا حطيتها. وطبعا انا حاطه كوبايه من الرده، انتي تقدري تزوديها المره الجايه ان شاء الله. هزود الرده اكتر من كده عشان يبقى ايه يعني، يعتبر يعني اسمر خالص. انا عايزه اعمل عيش اسمر، عايزه اعمل عيش رده يبقى في البيت كده حلو يا جماعه، مغذي وكمان خفيف على المعده وبيشبع وصحي. وواحده واحده بقى نحاول نستغنى بقى عن الدقيق. بجد انا الدكتور لما كان بيتكلم معايا قال لي ان يعني اصلا بقول له انا مش باكل سكريات، ده انا جسمي محافظ عليه جدا، ومش مقليات، مفيش مقليات، مفيش. قال لي وبالنسبه للعيش؟ قلت له لا، العيش بناكل عيش اكيد يعني، العيش ده بيتحول لسكر بعد كده، يعني العيش اللي احنا بناكله ده بيتحول بعد كده لسكر. فيعني خلينا كده ايه يعني، ربنا يسترها معانا. المهم بقى خلاص عملت العجينة كده بقى وغطيتها، وكان الفول استوى وبرد كمان. وعايزة اقول لكم ان انا كنت نمت يعني بتاع مثلا تقريبا ساعة كده. طبعا الخميرة دي خميرة بلدي فبتطول شوية في التخمير. فبصراحة النوم غلبني. طفيت على الفول بالظبط في حلة الضغط بياخد تقريبا نص ساعة، تقريبا نص ساعة، وبيبقى زي ما انتوا شايفين كده زبدة. لو انت بقى هتعمليه طبعا في هي الدماسة او الفوالة دي، يبقى ممكن ياخد معاكي مثلا ساعتين 3 على نار هادية جدا. وبرضو الضغاطة او حلة البريستو دي برضو بتوطي النار عليها خالص بمجرد الصفارة ما تبدأ تصفر. بس هي ميزتها بقى ان ولا بعري وازوده ولا كل شوية ابص عليه ولا الكلام ده كله، انا حاطة مقدار مية بزيادة وخلاص. جبت بقى الهراسة بتاعته دي ورحت هرساه كله مرة واحدة، وحطيت عليه ملح وكمون، وحطيت كده شويه كده من توليفه بهارات كده طعمها بيبقى حلو قوي. معرفش بصراحه اسمها ايه. لقيتها جايلي مع البهارات كده، هي مش 7 بهارات، هي حاجه حلوه كده عامله زي بهار الاندومي او حاجه شبه كده، حاجه حلوه كده يعني. فقلت احط منها بيبقى طعمها حلو على الفول، بتخليه شبه الفول اللي بناكله بره. وبس. وكان عندي بقى جبن وكده وخلصت، وغسلت العلب دي. انا عايزه اقول لكم العلب دي جميله قوي يا جماعه. ولادي لما انا كنت تعبانه كان بيبقى عندنا العلب دي ياخدوها يرموها في الباسكت. فانا بقى قلت لهم لا، ده انا برجع استخدمها تاني. هم قالوا لي ماما دي استخدام مره واحده وبتاع، قلت لهم لا، انا برجع استخدمها كمان مره بعد كده برميها. بصوا هي الست المصريه كده يعني، لو يعني شويه وهتعيد تدوير عيالها، هتعيد تدوير كل حاجه. فانا ما برميهمش ابدا، فقلت اعبي في العلب دي بدل ما اعبيهم في اكياس، بدل كده كده هم موجودين. بس وبصراحة هما بينفعوا يعني، النافع ربنا. يوم التفريزات بتاعة رمضان
ما اشتريتش علب من بره خالص خالص، كان عندي كل العلب كنت غسلاها وكنت شايلاها ومحتفظه بيها لاجل الله اعلم كان امتى، بس انا قعدت اقول ايه انا اكيد هحتاجهم. كان عندي مثلا من العلب دي ما يقلش عن 20 واحده ولا اكتر كمان. فاستخدمتهم في التفريزات وحلوين جدا، لسه لغايه دلوقتي في حاجات في الديب فريزر محطوطه في العلب دي، نظيفه كده وحلوه، وكمان الفول فيها حلو قوي. بتفتحي العلبه كده، وكمان لو انت مش عايزه الكميه كلها بتقدري تقسميها، يعني تقدري تكسري كده من العلبه وتاخدي اللي انت عاوزاه اكتر من الكيس كمان. فعبيت الكام علبه دول، والباقي بقى سبته وقلت لا خلي بقى دول احطهم في طاسه ولا في علبه كده واخليهم في التلاجة من تحت. بصوا هنا كنت بوريهولكم، بصوا زبده يا جماعه. وطبعا انا ما بحبش اهرس الفول جامد، يعني بصوا بحبه كده، يعني يكون باين ان هو فول. يعني كنت الاول باخده اضربه في الخلاط كله، وبعدين لقيت جوزي وولادي مش بيبقوا حابينه هو مضروب كله في الخلاط كده، فقلت خلاص بقى خليني ابقى ايه دايما ايه اخليه باين، يعني باين له ملامح كده ان هو فول. يعني انا جوزي يقول لي انا ما بحبش الفول اللي مهروس كله مضروب في بعضه ده، هو مش عدس يا ايمان ولا هو مثلا شوربه، خليه كده يبقى باين كده ان هو فول. فبديله بصوا ضربتين كده بالهراسه دي وخلاص، وبس كده. وجيت بقى على العجين، رحت صليت الضحى، وعايزه افكركم بصلاه الضحى. صلاه الضحى معاكي لحد الساعه 11 حلو جدا. يعني في حد قال لي انا كنت بصليها، يعني ما كنتش اعرف والله ان هو مكروه او ان هو يعني ما ينفعش يتصلى، كنت بصليها مادام الظهر ما اذنش، حتى لو الظهر بقيله 10 دقايق كنت بروح بسرعه اقول علشان الحق صلاه الضحى. فسمعت حد يعني كان معانا في المسجد بيدينا درس، كنت بروح انا وايمان صاحبتي، رحنا مره ان شاء الله هنروح المره الجايه يوم الاحد باذن الله. ف... فالاخت اللي هي كانت موجوده يعني بتدينا الدرس قالت معاكم لحد الساعه 11، لكن بمجرد الشمس ما تبقى عموديه كده ما ينفعش، خلاص كده راحت عليكي صلاه الضحى. ف... فانا بفكركم طبعا وبفكر نفسي، لان انا اكيد ساعات يعني بصحى متاخر وبتفوتني، يعني مش هقول لكم ان انا قاعده يعني ما شاء الله عليا يعني ما حصلتش، لا خالص والله انا في عيوب كتير، بس انا بحب دايما افكركم وافكر نفسي ان صلاة الضحى دي بتزكي عن كل مفصل في المفاصل بتاعتنا. يعني احنا عندنا 360 مفصل صح ولا 365؟ 360 تقريبا. فاحنا مطلوب مننا ان احنا نزكي عن كل مفصل في جسمنا كل يوم. فمعقولة هنطلع صدقة، هنطلع 360 صدقة؟ هي اللي عطتنا الدرس قالت كده، قالت معقول انت هتطلعي 360 صدقة في اليوم على المفاصل دي؟ طب لا طبعا اكيد يعني مش هتقدري تعملي كده. فبنصلي صلاة الضحى واقلهم ركعتين، يعني اقل حاجة ركعتين، وطبعا تقدري تخليهم 4 6 8 براحتك بقى. المهم يعني كنت اول مرة اعرف ان هي ما ينفعش مدامة الشمس خلاص قربت على انها تبقى عمودية كده ما ينفعش نصلي الضحى. والله اعلى واعلم، يعني ربنا بقى ايه، يعني انا حاسه ان الدين ديننا يسر، يعني ربنا غفور رحيم، لو في حاجه احنا ما كناش نعرفها او كده فاكيد ربنا يعني مش هيحاسبنا عليها ان شاء الله، بس احنا مطالبين طبعا ان احنا نتعلم ونعرف الصح من الغلط. ادي بقى العيش بتاعي قطعته، وطبعا ببططه كده على الرده، طبعا انا عاملاه كده وانا واقفه على الرخامه لانهم كميه مش كبيره قوي، يعني دول تقريبا حوالي كيلو ونص دقيق يا جماعه تقريبا كده. وقلت هقطعه بالطريقه دي معاكم. الطريقه دي يا جماعه طلعت حلوه جدا، وهتشوفوه بقى بعد ما يستوي. الطريقه دي اللي هي المثلثات دي تبقى حلوه قوي قوي في السندوتشات. ليه بقى؟ بصي انتي بتبططيه عادي كده زي ما انت شايفه، هعمل معاكم كمان واحد اهو، بس خليه رقيق كده ما تخليهوش تخين. وبعدين بقسمه كده على 2، يعني بقفله على بعضه، وباللي هي العجله بتاعه القراقيش دي، وبقطعه وبقفله بقى من الجنب. فاهمين حاجه؟ بقفله من تحت وبقطعه كده اهو، بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، كده كده كده. لما بيستوي بقى يا جماعه الحز اللي احنا عملناه تحت ده طبعا ما بقطعوش، يعني يا دوبك كده بس بلزقهم في بعضهم، بيفضل مقفول، وتقدري تفتحيه من الجنب بمنتهى السهوله. روعه يا جماعه في السندوتشات، تعملي سندوتش تلاقي السندوتش كله مقفول ما فيهوش حاجه مفتوحه، ولا بيوقع منك ولا بيوقع من عيالك ولا كده. وطبعا انا بحطه كده على الصينيه، وبيبقى عندي بقى يعني ده مثلا دي كانت ملايه، فلما بيبقى عندي مثلا ملايه مثلا اتنقرت من النص، فخلاص بقى كده ما يعني مش هفرشها، فبخليها بقى لايه لحاجه زي كده، اعمل مثلا عليها اغطي عليها عجين،
مثلا اكون مثلا فرشه بقطع خضار، مثلا بفرط بسله، بعمل اي حاجه وانا قاعده كده مثلا في ارضيه المطبخ او بره في الشقه، باجي جايباها فرشاها على السجاده واقعد عليها، تبقى نظيفه وتلملي بقى ايه كل الحاجات اللي انا بعملها دي بس. واغسلها كويس في الغساله، وبرضو اخليها نظيفه وزي الفل، واطبقها وحطها في درج. يعني كل القماشات اللي زي دي، القماش اللي زي ده، مفيش حاجه اسمها قماشات، القماش اللي زي ده مطبقاه وحطاه في درج التربو. تمام. اي ملايه زي ما قلت لكم كده، عندي ملايات صغيره ما بتجيش على السراير، عندي ملايتين كده ما بيجوش خالص على سراير ولادي ولا سراير بنتي، فبرضو مخلياهم لحاجه زي كده. مثلا عامله مثلا اكل كتير مثلا وعندي كذا حد مثلا، ولا في اطفال ولا كده، فبنفرش بقى وايه ونحط على الملايه دي بس. ففرشت كده، وتحطي بقى طبقه فوق طبقه وتسيبيه بقى لما يرتفع. يعني انا بسيبه كده ما بخبزهوش على طول، يعني انا هولع له الفرن اللي هو الغاز وهخبزه بره في البلكونه. انا بحب الفرن ده قوي يا جماعه، بينجز معاكي اكتر من فرن البوتاجاز بكتير. الناس اللي بتخاف منه، هو مش سهل برضو، يعني هو التعامل معاه مش سهل، وانا يعني ما اتعلمتوش بسرعه كده في يوم وليله. اتعلمته بعد ما اتجوزت كده، بقت حماتي وكلهم بيخبزوا مش عارف ايه، فبقعد مره بوظ، مره اشتغل، مره لغايه ما دلوقتي اختكم بقت بيرفكت ومحترفه جدا جدا في الخبيز. يعني الحمد لله، بيقولوا ان انا بعرف اخبز كويس الحمد لله. بالرغم ان انا بقول لكم ما كنتش بعرف اخبز خالص خالص، ولا اعرف حتى ان انا الرغيف كده احدفه جوه الفرن، لازم يتهد مني ولازم. يعني الواحد برضو ما كانش يعني ليه في موضوع الخبيز ده قوي، بس بصراحة هو متعة. يعني انا بستمتع كده وانا بعمل العيش وبحطه في الفرن، بالرغم ان العيش بيجي لنا الحمد لله. يعني عندنا عيش في اللي هو بتاع البطاقة، وممكن نجيب العيش من اي فرن في الشارع عندي كله افران عيش، او في بتاع مثلا فرنين 3 كده ما شاء الله. بس ده ليه متعة تانية، العيش اللي بتعمليه في البيت ليه متعته كده. وانا كده كده قلت انا عندي الدقيق وعندي الردة، فهشتغل كده ايه عليه يعني. بصوا هنا كده سبته لما ارتفع شوية كده حوالي مثلا، على بقى ما رحت بقى ايه شغلت الفرن وكده. الصينية بقى اللي في الفرن دي عندي بقى لها مثلا نقول 20 سنة ولا حاجة، بستخدمها كده في الفرن. بصراحة ما بعرفش احط العيش على الصاجة بتاعة الفرن مباشر، لكذا سبب. اولا الصاجة بتاعتي خفيفة فبتحرق العيش. تاني حاجة ان انا مثلا بكون شاوية سمك، بكون مثلا عاملة عليها حاجة وفارت، فبتفضل بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده ايه، مثلا تبوظ في العيش، او تعمل لزق كده في العيش، حاجات كده تلزق كده في العيش، او فما بيبقاش شكلها حلو يعني. فبحط بقى الصاجة دي او الصينية دي واخبز عليها زي ما انتوا شايفين، بيطلع العيش بقى زي الفل. وكمان بقى اقدر الف الصينية يمين. انا طبعا دلوقتي مش عارفة اصور لكم خالص، لان انا التليفون قدام الفرن بيبقى بيسخن قوي طبعا، وببقى خايفة عليه قوي. فبص انا ماسكاه من بعيد كده، والفرن مطلع طبعا صهد جامد، واليوم ده كان حر. امبارح الفيديو ده انا مصوراه امبارح، اليوم كان حر قوي. وعايزه اقول لكم يعني انا شديت الفرن شويه كده بس بعيد عن الشمس، عشان اعرف انجز شويه العيش دول، لان لو عملتهم في فرن البوتاجاز، انا فرن البوتاجاز عندي بيشتغل من تحت بس، يعني ما ينفعش اشغل فرن وشوايه مع بعض، فهيبوظ وهيطلع وحش، ما ينفعش يتخبز فيه هو بالوضع ده. وكمان عمره بقى ما هيطلع بالسرعه دي. يعني شوفوا انا بمجرد بس ما بملى الصينيه عيش، ما فيش في دقيقه بيكون العيش استوى. انت مشغله من تحت ومشغله من فوق، النار بتبقى متوسطه زي ما انتم شايفين كده، والحمد لله بيطلع معاكي بسرعه. حلاوه بقى العيش ده يا جماعه زي ما قلت لكم كده، ان هو مقفول من كل الاتجاهات، فبمجرد ما تفتحي كده من عند المثلث بتاعه ده وتحطي اي حشوه وتقفلي، كانك اصلا العيش يعني محشي، يعني كانه مفيهوش حاجه. وطبعا الرده بتخلي طعمه قمر قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم انا غلطانه ان انا عملت العيش ده، لان جوزي قال لي عايزينك بقى تعملي لنا العيش ده بقى على طول يا ايمان. قلت له ايه، انا هجيبه لنفسي ولا ايه؟ هو مره كده يعني برفه عن نفسه وكده يعني في وسط الاسبوع لي، لا احنا عايزين بقى تعملي لنا كل يوم كده ايه 2 كيلو دقيق، كيلو دقيق وترميهم في الفريزر. لان هو فعلا عجب الولاد خالص، طعمه حلو قوي، هو غامق من الرده بس طعمه جميل جدا. وكنت ان شاء الله قلت لنفسي المره الجايه بقى بدل ما احط كوبايه رده هحط كوبايتين، لان برضو الرده لازم تتسند بدقيق ابيض.
مينفعش نخبز الرده لوحدها، مش هتتبطط اصلا، هتتقطع وهتبقى مفصصه كده من بعضها، فلازم الدقيق الابيض يمسكها. ففكرت في فكره حلوه، قلت اجيب دقيق ذره، بس ما جربتش، يعني ما جربتش دقيق ذره على رده، قلت ممكن يكون صحي اكتر من الدقيق الابيض ده، بس ما جربتوش لسه، يعني لما اجربه لو نفع يبقى دقيق ذره ورده، هيبقى حلو قوي. ونبقى كده ايه، او نجيب دقيق اصلا اسمر من البدايه ونريح نفسنا. هو بس عشان انا عندي الدقيق يعني، فقلت لازم استغله بقى. خلاص كده حبايبي، قلت بقى ايه اعبي. على فكره هنا بقى كان الولاد بقى عجبهم جدا، وقعدوا ياكلوا منه جنبي، وقالوا لي اعملنا سندوتشات يا ماما منه، حلو خالص، عجبهم. والباقي بقى قلت ايه اخده كده، إيه احطه في اكياس. هنا كنت بوريكم، بصوا قابب كله، مفيش ولا واحده مثلا ملزقه كده وزي ما بنقول كده مهبطه، لا خالص، كله طالع حلو. اخد حقه في العجن، واخد حقه في التخمير، وطبعا النار مظبوطه، فلازم يطلع معاكي حلو. بس الفكره في التقطيع، جربوا تقطعوا العيش كده وما بيهدرش بقى. لو حد بس عايز لقمه صغيره بياخد كده نص وخلاص. وهنا بقى ايه، لقيت بقى ان الوقت المناسب لطبق الفول المتين. طبعا كل واحد من ولادي دلوقتي اللي نزل بسرعه صح علشان ينزل يروح الدرس، وابني راح الجامعه، فقلت طب هو يعني مفاضلش الا انا. طبعا حبيبه لسه نايمه، لان زي ما قلت لكم هي تعبانه، فسبتها نايمه براحتها خالص. قلت لا والله، ما اللي عامله لنفسي بقى كوبايه شاي مروقه على نفسي بيها، وعامله طبق الفول، حطيت عليه بس شويه طحينه كده وليمون، وخلاص على كده. ونبهت الولاد ان الفول اللي في التلاجة متحبش ومحطوط عليه ملح وكل حاجه. العيل منهم مثلا يقول ايه، خياله يجيبوا ان هو يطلع علبه، فيروح يرجع يحط عليها ملح تاني وحاجات، فيبقى ايه حادق ووحش. وبس، هو بس كل اللي انتي محتاجاه اول ما تطلعيه، ممكن تعصري عليه ليمونه، تحطي عليه شويه طحينه، وخلص على كده. كوبايه شاي بقى النعناع اللي احنا عملناه مع بعض الناشف ده، التحفه، التحفتين مش التحفه، بيخلي الشاي بقى، بصوا هو طبيعي. انا اول ما بشوف سندوتش الفول لازم على طول كده اقول عايزه كوبايه شاي، وتكون بالنعناع، مش باي حاجه تانية، مش بقرنفل، مش عارف ولا ساده، لا لازم يكون بالنعناع. فرحت بقى ماليه النص ده كده، ورحت مقطعه معاه طماطمايه. وادي كده الفيديو بتاعي النهارده خلص، اشوفكم على خير، مع السلامه.